عبد الفتاح السيرك القومي. شعوري زي شعور كل الناس اللي حاضرين، حالة من البهجة ومن السعادة، ومبسوطين ان يعني الكابتن مدحت رجع لمكانه، رجع لزملائه، رجع للسيرك، لان السيرك ده حاجة مهمة جدا في حياة المصريين. يعني اعتقد ان ده ثروة قومية، هذا الفن البديع وهذه الالعاب البديعة وهذه الانشطة البديعة للسيرك حاجة مهمة جدا. أنا سعيد جدا لأن مدحت كوتا رجع لمكانه ورجع لنشاطه ورجع لحالته، وإن شاء الله نرجو يعني إن هو يعود كما كان وأحسن مما كان. ودي كانت يعني تجربة صعبة وربنا واقف جنبه الحمد لله. سيادة الوزير، هل في جديد نقدمه لفنانين السيرك القومي؟ كل حاجة احنا بنتكلم مع بعض، احنا جزء من بلدنا كلها، بلدنا فيها أمور كتيرة محتاجة تطوير، محتاجة أحسن، مش كده؟ محتاجين رعاية للأجر نظير عمل. دكتور عماد بيعمل بصراحة جهد كبير جدا مع الدكتور بالخير، بس نفسنا دعم حضرتك ليه. بلدنا هتبقى أحسن والناس هتبقى ظروفها أحسن، وفي حاجة بدل عدوى ومش عارفة حاجات ليه كل حاجة محتاجينها فنانين السيرك. سيادة الوزير جامد. سعادة الوزير، تطوير السيرك، اتكلم على تطوير السيرك، اتكلم على تطوير السيرك.